ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل النهاردة مكرونة بصوص الجبنة الخطير. تمام. طبعا يدفينا في الليالي الساقعة دي زي ما انتم شايفين كده. ممكن نعمله لوحده كده وناكله خطير. ده بيتباع بره في المحلات غالي جدا. ممكن بدون قطع فراخ او ستريبس زي ما انا بعمل كده، وتاكلوه لوحده كده، هو لوحده طعمه حلو قوي. يلا بينا بقى نشوف الوصفة كده مع بعض واحدة واحدة. اول حاجة هنسلق المكرونة مع بعض، اي نوع مكرونة تحبيه، مش شرط الحلزونة اللي انا جايباه ده يعني. هنحط 3 معالق زيت وزبدة، او لو عايزة زبدة بس براحتك، بس انا بحط الزيت عشان الزبدة متتحرقش. تمام. قدام ال3 معالق دقيق زيت هنحط 3 معالق دقيق. تمام. هنقلب طبعا كده اكننا بنعمل بشاميل بالظبط. ونحط بقى اللبن البارد ونقلب، نفضل نقلب كده. بعد كده بقى نزود البهارات بقى بتاعتنا الجميلة. طبعا فلفل اسود اكيد، كاري، بابريكا، ملح اهو، كاري اهو، بابريكا، فلفل اسود وملح طبعا. لو عايزة الطعم بمكعب مرقة زي ما تحبي. نقلب بقى كل الخليط ده في بعضه كده، ونبقى مجهزين الجبنة الشيدر معانا. عايزة تزودي جبنة تركي، جبنة موتزاريلا، زي ما تحبي زودي. هي مكرونة ميكس جبن يعني. انا عشان مش متوفر عندي ولا جبنة موتزاريلا ولا جبنة تركي، حطيت ده بس. هنقلب بقى كل ده كده على البارد، هنطفي النار ونقلب على البارد عشان الجبنة تسيح زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده نجيب المكرونة بتاعتنا ونقلبها وناكلها زي ما هي سخنة، علشان تحسوا بحلاوتها وطعمها. لو وصلتوا معايا لحد الدقيقة دي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني فيديوهات تانية كتير. ولو عجبكم الفيديو كومنت مشجع ليا اهو. قطعت قطع الفراخ، لو مش عايزين قطع فراخ عادي ممكن تتاكل هي لوحدها خطيرة. ومع السلامة.